طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم صابر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. خلاص العيد داخل اهو. في الفيديو اللي فات بدانا ان احنا نتعامل مع الكيوبيت، وبدانا ان احنا نستخدمه از ستيت مانجمنت بدل ما احنا ما كنا بنتعامل مع الفيوتشر بيلدر والانت ستيت والحاجات البسيطه دي كلها. وقلنا ان احنا نستخدم الكيوبيت عشان يوفر لنا نوعا ما من المرونه اللي احنا عايزينها في التعامل مع الاي بي اي. طيب، وبدانا ان احنا ناخد اللوجيك او الكود اللي هو بريكوست بيه الاي بي اي. هنا باجي اعمل ديو اوبجكت وباجي اقول له يا ديو انا عايز اجيت اللينك بتاع الاي بي اي ده اللي هو في الاخر هيرجع لي لسته من البرودكتس، وابدا ان انا اخد الريسبونس ده وابدا ان انا اماب او ابدا ان انا احول او اموديل الريسبونس ده على هيئه برودكت موديل، وابدا ان انا بصيه لليو اي جوه الستيت. طيب، الكلام ده كله احنا اتناقشنا فيه واتكلمنا فيه على مدار الفيديوهات اللي فاتت، ولكن انا عايز اوريك حاجه مهمه قوي. طيب، هل الكود او اللوجيك بتاع الاي بي اي ده من اول السطر ده كده لحد السطر ده، هل ده مكانه المناسب؟ هل الكود ده مفروض يكون جوه الكيوبيت؟ في الحقيقه لا، هو مش المفروض يكون جوه الكيوبيت، وهقول لك ليه لاسباب كتير قوي. وهي مش قاعده، تمام؟ يعني هي مش قاعده، احنا بس بنعرف وظيفه كل حاجه وبنبدا ان احنا نستخدم الحاجه دي او نتعامل مع الحاجه دي على اساس الوظيفه اللي هي هتعملها، مش اكتر ولا اقل. طيب، ايه وظيفه الكيوبيت في حد ذاته؟ الكيوبيت هو ستيت مانجمنت، هو وسيط ما بين اليو اي وما بين الداتا. يعني هو بيربط الداتا باليو اي. اليو اي ببساطه بيبدا ان هو يحط ودنه مع الكيوبيت ويبدا يسمع للكيوبيت، يقول له يا كيوبيت انت ابدا نبهني كل شويه لما الدنيا تتغير، لما يبقى في لودنج ابدا ان انت قول لي في لودنج. يعني هو بييمت لودنج او هو الكيوبيت ببساطه هو ستيت ايميتر، بيبدا ان هو ييمت او ينبه اليو اي كل شويه ويقول له يا يو اي دلوقتي في لودنج، يا يو اي دلوقتي في سكسس، يا يو اي دلوقتي في ايرور. وهنتكلم عن الايرور ان شاء الله قدام شويه. فالكيوبيت ببساطه يعني وظيفته ان هو بيربط اليو اي مع الايه الداتا. لما بيبدا ان هو يتعامل مع السيرفيس اللي بتوفر لنا الداتا اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه، ويبدا ان هو يجيت الداتا دي، او لو في مشكله معينه حصلت اثناء الريكوست يبدا ينبه اليو اي يقول له يا يو اي دلوقتي في لودنج، دلوقتي في داتا، دلوقتي في ايرور، وهكذا. طيب، فالكود ده مكانه مش هنا، الكود ده مكانه مش هنا. احنا هنعمل حبه حاجات بسيطه قوي مع بعض، وهنبدا نتعرف على حبه كونسبتس جديده يعني نوعا ما، بحيث ان هي تسهل لنا الدنيا شويه. طيب، انا هعمل هنا فولدر جوه الليب فولدر هسميه داتا، تمام؟ هسمي الفولدر ده داتا. في الفولدر ده انا هعمل فايلين اتنين بس. اول واحد وهو البرودكت ويب سيرفيس. البرودكت ايه؟ ويب سيرفيس دوت دارت. طيب، انا عارف ناس كتير بتشتكي من ان الفونت صغير وحاجات كتير قوي، فهنظبط الكلام ده ما تقلقش. وعايزين نعمل فايل كمان نسميه برودكت ريبو دوت دارت. تمام، برودكت ايه؟ ريبو دوت دارت. يعني عملنا فايلين، واحد اسمه برودكت ويب سيرفيس وواحد اسمه برودكت ريبو. طيب، عايزين نروح على الكيوبيت بتاعنا، نبدا نبص للكيوبيت ده. احنا عندنا هنا حبه حاجات عايزين نبدا نقسمها على الفايلين دول. ده كل الحاجات اللي احنا هنعملها. يعني الكود ده الحاجات دول احنا هنقسمها، بدل ما هم موجودين جوه الكيوبيت ده، لا هنقسمهم جوه الفايلين دول. وهبدا افهمك احنا بنعمل ده ليه وكل حاجه بتتعمل ليه، ومش هسيبك وخلاص. يعني انا هضمن ان انت تبقى فاهم انا بعمل كل حاجه ليه. تمام؟ طيب، في الويب سيرفيس ده او في البرودكت ويب سيرفيس ده انا هعمل كلاس هسميه برودكت ويب سيرفيس بالشكل ده هيبدا ان هو يعمل او ياخد اوبجكت، يستقبل اوبجكت من الدي. تمام؟ هيبدا يستقبل اوبجكت من الدي. طيب، عايزين بس نعمل امبورت بالشكل ده. طيب، واحد بيقول لي ما تتكش على الكيبورد جامد عشان زرار الانتر فبيوجع ودنه يعني. المهم، ما علينا. عايزين نعمل جوه فانكشن اسمها جيت برودكت، اسمها جيت برودكت بالشكل ده. طيب، جيت برودكت async دي هترجع لنا ريسبونس. طيب، دي هترجع لنا فيوتشر اوف ريسبونس. طيب، وهروح اجيب الكود اللي انا كنت حاطه هناك ده في الكيوبيت. الكود من اول هنا اهو، من اول الحته دي كده اهو لحد الجزء ده كده، هنبدا ناخده من الكيوبيت من هنا ونبدا نروح نحطه في الويب سيرفيس بتاعتنا دي. طيب، انا هنا بروح اعمل ريسبونس اوبجكت يعني، وبروح اعمل الريكوست بتاعي عن طريق الاوبجكت بتاع ديو ده اللي انا استقبلته جوه الكلاس على طول. وهبدا ان انا اقول له عايز اجيب البرودكتس او عايز اعمل الاي بي اي ريكوست ده. هترجع لي داتا، هاخد الداتا دي من الريسبونس، وعايز ابدا ان انا اماب الايه الجزء بتاع المودلز والحاجات دي كلها. انا هعمل كومنت للجزء ده، انا عايز بس، واعمل برده كومنت للجزء ده، واقول لك على حاجه، احنا هنشيل الجزئيه دي كلها.
ماشي، هنشيل الجزئيه دي كلها او بلاش نشيلها، ممكن نيجي نعمل ريتيرن للريسبونس بتاعنا كده اهو. طيب بقى الفايل ده، بقى الكلاس ده، الجيت برودكتس دي وظيفتها ان هي تعمل ايه؟ عايزين نسميها بس اسم مظبوط شويه، ممكن نيجي نقول جيت برودكت ريسبونس. طيب وظيفه الجيت برودكتس ريسبونس ايه؟ ان هي بتروح تعمل الريكوست وبترجع لك الريسبونس بس. دي وظيفتها، دي وظيفتها. وظيفه البرودكت ويب سيرفيس ده ايه؟ ان هو الكلاس اللي هيبدا ان انا احط فيه الكود اللي انا بريكوست بيه الاي بي اي بس، بدون بقى ما انا هندل حاجه، بدون ما انا ابدا ان انا اموديل الداتا بتاعتي، بدون اي حاجه خالص خالص خالص. تمام؟ طيب يعني فكره الويب سيرفيس كلاس ايه بشكل عام؟ ان انا ببدا فيها اعمل الريكوست بتاعي بس. في بعض الاحيان قدام شويه هتلاقينا بنتعامل مثلا مع باكج اسمها ريتروفيت او حاجه، هتلاقي هي بتوفر عليك او بتشيل من عليك الحمل الكبير ده كله، وبتبدا تموديل الداتا مع نفسها. تبدا ايه؟ تموديل الداتا مع نفسها. يعني قدام البرودكت موديل ده ممكن قدام ان شاء الله هنستخدم ريتروفيت، يعني ان شاء الله هتبدا ان هي تعمل الموديلنج بتاع الداتا ده جوه الويب سيرفيس في حد ذاتها. يعني الويب سيرفيس هنا او دورها هنا بتعمل ايه؟ هي مجرد بتعمل الريكوست وبترجع لك الريسبونس بس، لا اكتر ولا اقل. طيب عايزين نعمل فايل للريبو، عايزين نعمل كلاس نسميه برودكت ريبو بالشكل ده. ده هيستقبل فاينل برودكت ويب سيرفيس، ممكن نسميها سيرفيس زي ما انا بحب اسميها سيرفيس بالشكل ده. طيب عايزين نبدا نعمل امبورت، والسيرفيس دي هنستقبلها برضو عن طريق الكونستراكتور. طيب عايزين برضو نعمل فانكشن اسمها جيت البرودكت بالشكل ده. دي هتبقى اسynchronous، وعايز ابدا ان انا اكول السيرفيس دي واقول لها يا سيرفيس انا عايز اجيت البرودكت ريسبونس. طيب الجيت برودكت ريسبونس دي بترجع لي ايه؟ بترجع لي فيوتشر اوف ريسبونس دايناميك. تمام، انا ممكن اجي اقول له فاينل ريسبونس، ده الريسبونس اللي رجع لي من الاي بي اي. يعني عايز اجي اقول له مثلا هنا ريسبونس بيساوي اويت على الريكوست ده لما يتعمل، وتبدا ان انت ترجع لي ريسبونس. طيب وفي حد قال لي شاكرا، حد نصحني بحاجه كده حلوه قوي قوي انا ما كنتش اعرفها. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الكولر ميثود او الميثود اللي انت بتعمل لها كول جوه ميثود تانية، لو الاثنين عندهم نفس الريتيرن تايب انت مش محتاج اسync واويت. لا تاني مش فاهم. بيقول لي الكولر ميثود، الميثود اللي هي جدي دي بترجع ايه؟ بترجع فيوتشر اوف ريسبونس. تمام، هي بترجع التايب الريتيرن تايب بتاعها فيوتشر اوف ريسبونس. لو التايب بتاعها نفس التايب بتاع الميثود اللي فوقها او الميثود اللي هي جواها، يعني اللي هي براها اقصد، لو الاثنين لو الريتيرن تايب ده هو نفس الريتيرن تايب بتاع الجدي، فانت مش محتاج اسync واويت. تمام، فانا مش محتاج ايه؟ اسync واويت. ممكن اشيل الاسync والاويت دي، وممكن بدل ما انا باجي اعمل فاينل ريسبونس كذا، ممكن ابدا ان انا اعمل ريتيرن للكلام ده على طول بالشكل ده بس بالبساطه. تمام، انا عايز اخد الكود ده بس واروح احطه جوه الريبو بتاعتنا. طيب هاجي على الريبو وابدا ان انا احط الكود القديم بتاعنا ده كده اهو. ماشي، هبدا ان انا اخد الداتا من الريسبونس وابدا ان انا الوب على الليسته بتاعه البرودكتس اللي كانت بترجع لي، واخد كل برودكت اوبجكت او برودكت ماب من الليسته دي، وابدا ان انا امثله على برودكت موديل، امثله على هيئه برودكت موديل. اظن الكلام ده كله اتكلمنا فيه. طيب يعني انا عملت ايه؟ رحت عملت فايل سميته ويب سيرفيس. الويب سيرفيس ده وظيفته ببساطه قوي ان هو بيعمل الريكوست بتاع الاي بي اي، بيجيت الايه؟ البرودكتس بس. تمام، طيب بعد ما عملت جيت البرودكتس، خدت الريتيرن بتاع الريسبونس ده ورحت مرجعه هنا اهو. رحت مرجعه لمين بقى؟ رحت مرجعه للريبوزيتوري دي اللي هي الريبو. تمام، اللي هو الريبو. وظيفه الريبو ايه يا شباب؟ الريبو او الريبوزيتوري يعني وظيفتها ببساطه ان هي بتبقى مستودع شايل الداتا بتاعتك. يعني هي بتبقى ايه؟ زي اوضه كده، الاوضه دي فيها الداتا بتاعتك متشفيه جاهزه موديلد، خلاص الدنيا تمام، هتبدا ان هي ترجع لك بس. تمام، يعني وظيفه الريبو ببساطه ايه؟ ان هي يعني داتا هولدر. تمام، هي بتشيل الداتا اللي بترجع لك بقى من اي مكان، سواء انت بقى بتتعامل مثلا مع اي بي اي او بتتعامل مع لوكال داتابيس او بتتعامل ايا كان الحاجه السورس او الداتا سورس اللي انت بتتعامل معاه. هو بيبدا الريبو بتبدا تمسك الداتا دي وتشيلها لك يعني. بس دي ببساطه وظيفه الايه؟ الريبو. يعني انا قسمت الكود اللي كان موجود جوه الكيوبيت ده كله، الكود اللي كان موجود ده هنا كله، قسمته على فايلين. واحد الفايل بتاع الويب سيرفيس ده، وقلنا وظيفته ببساطه ان انا ببدا من خلاله اعمل الريكوست وارجع ريسبونس بس. تمام، وقدام شويه ممكن الفايل ده او وظيفه الكلاس ده في حد ذاته يبدا ان هو يعمل الريكوست ويموديل الداتا. تمام، طيب
وظيفه الريبو ايه؟ الريبو وظيفتها ببساطه ان هي بتبدا تمسك الداتا دي، او بتبدا تقول للداتا سورس اللي هو في حالتنا ده بنتعامل مع اي بي اي. يعني الداتا سورس ده اللي هو ايه؟ مصدر الداتا. ما هي الداتا دي ممكن تجي لك من مثلا من ايه؟ من داتابيز، لوكال داتابيز. يعني عندنا في فلاتر هنا ممكن تتعامل مع اس كيو اف لايت، او تتعامل مثلا مع هايف، تتعامل مع باكجز كتير لللوكال داتابيز. فالداتا سورس ده هو مصدر الداتا اللي جايه لك. انا هنا بتعامل مع الداتا جايه منين؟ جايه من اي بي اي، فخلاص سميته ويب سيرفيس ايه؟ سيرفيد. تمام، سيرفيس اي بي اي بالشكل ده. طيب عايزين نشيل الاي دي. طيب تعال رينيم الفايل سيرفيس بالشكل ده. تمام قشطه. ووظيفه الريبو ايه؟ ان انا ببدا من خلالها ان انا امسك الداتا او اشيل الداتا بتاعتي. طيب بس خلصنا. طب عايز اعمل ايه بقى هنا؟ عايز ابدا ان انا اريتيرن بس البرودكتس اللي بترجع لي دي بعد ما بتتملي بقى، وبتبدا ان انا اخد كل برودكت ماب موجود جوه الليسته دي، وابدا ان انا اموديل البرودكت ده على هيئه البرودكت موديل. وعرفنا اهميه الموديل والكلام ده كله. هبدا ارجع البرودكتس دي متشفيه. دي هترجع ايه؟ دي هترجع فيوتشر يا عم اوف برودكتس بالشكل ده، برودكت موديل بالشكل ده. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ عشان دي بترجع لسته، انا اسف. فممكن دي ترجع لسته اوف برودكت موديل. وخلي بالك من الحاجات المهمه جدا 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 لاي فانكشن انت بتعملها، حط لها ريتيرن تايب. لو هي بترجع حاجه حط لها ريتيرن تايب مظبوط، عشان انت ذات نفسك ترتاح وتريح اللي قدامك. يعني ما تعملش الجيت برودكتس كده، يعني ما تسيبهاش كده، لا حط ريتيرن تايب ليها. وايه؟ بحيث الدنيا تبقى مقروءه شويه، تزود حته الريدابيلتي في الكود بتاعتك. يعني الكود بتاعك ده لو كذا حد هيقراه، لما تحط ريتيرن تايب انت ذات نفسك بتبدا ترتاح في التعامل مع الفانكشن دي. لو انا باجي اكول الفانكشن دي انا هبدا ان انا ارتاح، لان انا هبقى عارف الريتيرن تايب بتاعها على طول. وفي نفس الوقت الناس لو دخلت جوه الفايل ده يعني عشان تشوف الكود بتاعك، تعرف ان انت حاطط هنا الريتيرن تايب يعني، والدنيا تمام. قشطه. وهروح على الكيوبيت بتاعي بقى. خلاص انا مش هبدا اتعامل مع دي والكلام ده خالص، لا انا هروح اتعامل مع الويب سيرفيس بتاعتي، مع الريبو بتاعتي. تمام. الريبو بقى هنا يعني يجي الدور بقى. يعني الويب سيرفيس هتروح تريكوست الداتا من الاي بي اي وترجع لي ريسبونس. الريسبونس ده هيروح للريبوزيتوري. الريبوزيتوري هتبدا تموديل الداتا وتعمل الكلام ده كله، وقدامها تهندل موضوع الايرورز والحاجات دي كلها، وتبدا ترجع الداتا متشفيه للكيوبيت. الكيوبيت هيبدا يمسك الداتا دي ويبصيها لليو اي تاني. عندي ويب سيرفيس. الويب سيرفيس وظيفته ايه؟ ان هو يبدا يقول للاي بي اي، او يبدا يتعامل مع الاي بي اي ويجيت الريسبونس. اول ما يجيب الريسبونس يبصيه للريبوزيتوري. الريبوزيتوري هتمسك الريسبونس ده، تبدا تخش جواه وتاخد الداتا وتبدا تموديل الداتا على هيئه موديلز، وتبدا ان هي ترجع الداتا متشفيه، ترجعها للكيوبيت. الكيوبيت ببساطه هيمسك الداتا دي ويبدا يبصيها لليو اي. طيب تعال نجرب الحوار ده ونبدا نتكلم شويه عن اللي احنا عملناه. فممكن نيجي نعمل اوبجكت من البرودكت ريبو هنا اهو، ريبو بالشكل ده. طيب ويفضل طبعا ان انت تبدا تنجكت كل حاجه بره خالص، ما تجيش تعمل كده. سيرفيس مثلا ممكن تيجي تقول له ايه؟ برودكت ويب سيرفيس بالشكل ده. ما تجيش تعمل كده. يعني ايه؟ كل ما انت بتنجكت الداتا من بره، بيبقى احسن يعني. تمام. وهنتكلم قدام شويه، او هنتكلم قدام عن الحاجات دي كلها. تمام. طيب فانا هعمل كده اهو، وابدا استقبل البرودكت ريبو دي جوه الكونستراكتور بتاع الكيوبيت. هاجي اقول له ريكويرد ذس دوت الريبو. تمام بالشكل ده. طيب هنا بقى هروح اعمل ايه؟ اروح للريبو، اقول له يا ريبو انا عايز ابدا ان انا اجيت البرودكتس اللي انت هترجعها لي. طيب كده رحت للريبو او المستودع اللي فيه البيانات، قلت له والله ليست بالشكل ده برودكتس. طيب هات لي برودكتس. تمام. بيساوي اويت على الريبو لما تجيت البرودكتس. طيب تعالى نعمل فورمات وناخد البرودكتس دي، هتبدا ترجع. طيب انا عملت ايه هنا؟ عملت ناديت على الريبوزيتوري، قلت لها يا ريبو انا عايز اجيت البرودكتس اللي انت ماسكاهم، او اللي انت هتروحي تقولي للاي بي اي سيرفيس ان انت تجيب لي او تعمل ريكوست وترجع لي ريسبونس، وابدا ان انا اخد الريسبونس وموديل الداتا وابدا اظبط الدنيا وارجعها للكيوبيت متشفيه وجاهزه، وتروح رايحه للايه؟ لليو اي. طيب تعالوا على المين. هنا هيجيب لي ايرور، لان انا المفروض اروح ابصيله ريبو اوبجكت يعني. طيب هو هنا تعال انجكت كده على طول. عايز ريبو، تعالى ممكن نيجي نقول له برودكت ريبو بالشكل ده. عايز سيرفيس، تعالى نيجي نقول له برودكت سيرفيس. طبعا قدام لما تبدا تستخدم سيرفيس لوكيتور يعني او ديبندنسي انجكشن
وتنجكت الداتا كلها مع بعض يعني في مكان واحد هيبقى احسن، بس مش ده يعني، مش هنركز على ده دلوقتي، ده مش مهم. تمام، تعالوا نروح نعمل رن. طيب انا عايزك تستنى شويه وتتقل، نعرف بس وظيفه او فايده اللي احنا عملناه. طيب ايه الفايده بقى من اللي انا عملته، ان انا عملت الويب سيرفيس فايل وعملت الريبو؟ ايه فايده الكلام ده كله؟ اولا فكره الريوزابيلتي. يعني ايه؟ يعني الكود اللي كان محطوط هنا كله ده، الكود بتاع البرودكتس ده، ان انا بروح اعمل الريكوست وبجيب الريسبونس وابدا ان انا اخد الداتا وموديل الداتا واظبط الداتا وابدا ان انا اعمل الكلام ده كله، كل الكلام ده مرتبط في كابلنج هنا، او في ارتباط جامد قوي ما بينه وما بين الكيوبيت ده. يعني انا مش هقدر استخدم الكود ده كله بره الكيوبيت ده. تمام؟ ففكره الريوزابيلتي ان انا عايز استخدم الكود الكتير قوي ده، ما انا ممكن ابدا اعمل كيوبيت تاني مثلا، ابدا اعمل كيوبيت تاني للفلتر، ان انا فلتر البرودكتس بتاعتي. فممكن ابدا ان انا اعمل الفلتر كيوبيت ده واروح استخدم الريبو دي على طول، وابدا اتعامل مع الريبو دي على طول جواه. يعني انا ممكن اروح اعمل هنا كيوبيت تاني. تعالوا نعمل كيوبيت يا عم تاني. طيب نيو كيوبيت فلتر، تعال نعمل فلتر برودكتس بالشكل ده. انا بس هوريك الدنيا. تمام؟ عندي كيوبيت تاني اهو للفلتر برودكتس. الفلتر برودكتس ده انا عايز برضو اروح اجيب نفس الليسته بتاعه البرودكتس وابدا ان انا هفلتر عليها واعمل عليها حبه لوجيك. فممكن اعمل ايه؟ طبعا مش هتعمله جوه الكيوبيت يعني، او هتعمله، ممكن تعمله جوه الكيوبيت عادي يعني، ممكن تعمله جوه الكيوبيت عادي على حسب الاركتكتشر يعني. تمام؟ فممكن تيجي تعمل فاينل هنا برودكت ريبو بالشكل ده، ريبو، وهبدا ان انا اتعامل مع الريبو دي على طول، وهتجيب لي نفس الداتا متشفيه جاهزه. مجرد ان انا مثلا هعمل عليها همينابيليت الداتا، المفروض ده مش الجزء او ده مش وظيفته يعني. هعمل حبه عمليات على الداتا دي يا عم افتراضا يعني ان انا هعمل الكلام ده جوه الكيوبيت، وابدا ان انا ابصيها لليو اي. فبقى في عندي ريوزابيلتي، عندي ايه؟ عندي اعاده استخدام للمكونات بتاعتي اللي انا بعملها. فاهم؟ يعني الكود ده كله اللي انا كنت كاتبه جوه البرودكت كيوبيت ده خلاص ما بقاش خاص بده بس، لا هو بقى في سيرفيس لوحده او في داتا فولدر لوحده، اقدر ان انا اعيد استخدامه في اكتر من مكان واكتر من ايه؟ من حته. تمام؟ اكتر من مكان واكتر من ايه؟ من حته. وتاني فكره برضو حته ان انت تقسم الدنيا، يعني حته الدنيا تبقى متقسمه شويه، اللي هو في انا عندي فايل للويب سيرفيس ده وظيفته بس ببساطه ان هو هيعمل الريكوست. تمام؟ فايل تاني هيبدا ياخد الريسبونس ويبدا ان هو يمانيبيوليت الداتا، او يبدا يموديل الداتا اقصد، ويبدا ان هو يرجع لي الداتا متشفيه. الفايل الثالث اللي هو بتاع الكيوت هيبدا ياخد الداتا متشفيه جاهزه يبصيها لليو اي، ويبدا ان اليو اي يتحدث على اساس الداتا الجديده يعني. تمام؟ تعالى نمسح البتاع ده. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله، ده اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو ده، فكره الويب سيرفيس وفكره الريبو. اتمنى تكون استفدت ولو حاجه بسيطه قوي، وشكرا.